السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو سوبر فلاش. نبداو الإخوان مباشرة. الإمبس اليوم بداو لي لافوراسيوني اللي كيخص الخلاص ديال دخل المواطنة على حساب شهر 10، يعني على حساب أكتوبر، اللي غادي تكون إن شاء الله نهار 27، وكنتكلموا على لا راطا أورديناريا. للأسف بزاف ديال الأشخاص غادي يتوقف ليهم دخل المواطنة هذا الشهر هذا. تقريبا 13,000 شخص اللي غادي يكملوا الراطة السابعة. كنعرفوا ان القانون الجديد ديال 2023 اي واحد قادر على العمل، يعني الناس اللي اوكوبابيلي قادرين على العمل، غيستافدوا 7 ديال الاشهر، يعني 7 الراطات في 2023، ومن بعد غادي يتوقف لهم دخل المواطن. يعني كيف قلت تقريبا 13,000 شخص اللي غادي يكملوا الراطه السابعه هذا الشهر هذا، وغادي يوصلهم الميساج بين الاريديتي سوسبيزو، يعني الناس القادرين على العمل اللي اوكوبابيلي. اما الاشخاص اللي غادي يتوقف لهم دخل المواطن وهما من الفئه اللي فراجيل، يعني اللي عندهم فوق 60 سنه او انفاليدو او عندهم قاصرين، يعني مازال يعني عندي الدراري مازال عندهم اطفال صغار، فهنا الامبس غادا تعاود تطلق دخل المواطنه اوتوماتيك. فبالنسبه للناس القادرين على العمل، فمن حقهم انهم الوقت اللي يتوقف لهم دخل المواطنه من حقهم انهم يدفعوا البونوس ديال 350 اورو اللي فيه 12 راطه 12 شهر على حساب الكورسو لافورو، يعني كتمشيو للباتروناتو كتدفعوا الدوماندا. اما كيف قلت دائما بالنسبه لي فراجيلي، يعني واخا يوصلهم الميساج بانه راه الاريديتي سوسبيزو غادي يرجع اوتوماتيك، فاللي رجع لهم وقع لهم نفس المشكل ورجع لهم اوتوماتيك يخلي لنا تعليق. من بعد لي لافوراسيوني اللي غادي يكون ديال دخل المواطنه، غيبداو لي لافوراسيوني على حساب لاسينيو اونيكو فيلي الخاص بشهر السعود. يعني هنا كنتكلم على الناس اللي تياخذوا دخل المواطنه مع لاسينيو اونيكو، غيكون في شهر السعود او ايضا حتى شهر 8، لان بزاف ديال الناس مازال ما توصلوش بشهر 8 وما توصلوش بشهر 9. فان شاء الله بدايه من 30 شهر 10 غادي يبدا الخلاص من 30 حتى ل 5 شهر 11. بالنسبه لاكارتا ريسباريمو سبيزا، يعني كنتكلم على سبيزا بنزينه الى غير ذلك، لان الا ما عندك السياره ممكن دير بها السبيزا، باغي دير البنزين والبنزينه والسبيزا ديرهم بجوج ماشي مشكل. غادي تكون واحد لاريكاريكا ان شاء الله ما بين الاول ديال شهر 11 واخر شهر 11. هاد لاريكاريكا اللي غادي تكون فيها تقريبا بين 80 ديال الاورو وحتى 100 ديال الاورو، ولكن في 2024 ان شاء الله تكون ريكاريكا واحده اخرى جديده واللي غيكون فيها المبلغ ديال 382 اورو. يعني بالنسبه للناس اللي توصلوا بلا كارطه حاولوا تحافظوا عليه، دائما كنقول لكم لان لا ريكاريكا غتوصلكم في هذه الكارطه اللي عندكم، يعني ما غاديش تعاود تصيفط لكم الامس كارطه واحده اخرى جديده. اما بالنسبه للناس اللي من حقهم في لا كارطه ريسباريمو سبيزا ما توصلوش بها، او اللي صبحات من حقهم لا كارطه ريسباريمو سبيزا، فيتواصلوا مع الامس او لا الكوموني. ندوزوا الاخبار الاخرى الاخوان. تقريبا 5000 طبيب ايطالي للاسف الشديد الاخوان هربوا من المستشفيات، يعني قدموا الاستقالات ديالهم ومشاو لدول اخرى بسبب تدني الاجور. تيخدموا اوقات طويله بزاف في المستشفيات، وهذا الشيء خلق ازمه في القطاع الصحي. كنشوفوا دابا حاليا المواعيد اللي وصلت العام ونص عامين الاخوان باش انسان يوصلوا الموعد باش يمشي يدير التحاليل او لا، مهم على حسب العلاج ديالو. كيف قلت يعني الاسباب ديال تدني الاجور العمل اوقات طويله، وهذا الشيء خلق ازمه في القطاع الصحي. حاليا ايطاليا كتعرف نقص ب 15,000 طبيب و39,000 طبيب مستعجلات. 39,000 طبيب الاخوان ديال المستعجلات اللي خاصين الايطالي، وهي ارقام مخيفه، لان الصحه الا بقات هكا غادي تزدهور. والاغلب ديال الاطباء الاخوان مشاو لالمانيا. ميلوني في عوض ما تركز على المشاكل الداخليه وتصلح القطاعات المهمه كالتعليم كالصحه وقطاعات اخرى، مركزه مع المهاجرين المساعدات. الاولى خصكم تولدوا، يعني الوزيره جات الاخوان باش يعني تفكر الشعب وتدمر القطاعات. وقلت انا تفكر الشعب لان اخر الاحصائيات اللي كاينه حاليا في مكتب الاحصاء، في اخر الاحصائيات ديال ستات، اكد على ان ايطاليا وصلت لجوج المليون عائله ماشي فقيره وانما الفقر المدقع. يعني فاش كنتكلموا على الفقر المدقع يعني الامر لا يبشر بخير الاخوان، وخاصه بعد ما تم الغاء الريديتو، لان الريديتو كان يعني تقريبا واحد النسبه كبيره ديال الناس ما عندهمش دخل اصبح عندهم دخل. كيف قلت من بعد الغاء الريديتو في عوض ما ميلوني يعني تحاول تحارب الفقر وتحسن المستوى المعيشي، كتزيد دير قوانين اللي كتزيد تفقر الشعب الايطالي للاسف الشديد. للاسف الشديد مره اخرى تتوالى الاحزان الجاليه. بالضبط البارح 24 اكتوبر سيده مغربيه وثلاثه الابناء ديالها للاسف الشديد باسبانيا دهساتهم شاحنه، الوقت اللي كانت الام رحمها الله بغات توصل الابناء ديالها بثلاثه للمدرسه،
تفاجات بشاحنه في اتجاه ديالها، واللي تسببت في وفاه الام والابناء بثلاثه. يعني عائله للاسف الشديد رحمهم الله، واللي خلفت من طبيعه الحال الحزن وسط الجاليه، العائله ديالها، الجيران، الاقارب، في وفاه الام والابناء ديالها. تعازينا الحاره للعائله ديالها والاقارب ديالها والجيران ديالها، رحمهم الله، وانا لله وانا اليه راجعون. كيف ديما الاخوان، اي سؤال خليه في التعاليق، ما تنسوش الصلاه على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.